عطر اسد يحاكي عطر الكسير $30 ب$200. كل شيء راح تعرفوه عن هذا العطر حاليا. اول شيء هذا ثبات، فوحان، جمالية الرائحة، التميز، ابداع، 10/10 العطر، ما يعيبه شيء، لكن سعره غالي ومن فئة الديزاينر. لطافة ابدعت بهالعطر فعلا، جابت نفس الرائحة تقريبا 85%. ثابت وفواح متوسط. جمالية الرائحة حلو، عطر صناعي نظيف، تقارب الرائحة اكو، لكن صناعي يصدع الراس. يعني انت دافع لك عطر ب$30 تتحمل السلبيات مالته، ممكن يسبب لك جيوب انفيه، ممكن يسوي حكه عندك بالجلد، انا ما اعرف اشكال، هو زيوت صناعيه لكن داخله مختبرات. انا من وجهه نظري انه الافضل تشتري هذا اذا انت امكانيتك متوسطه وهذا العطر ما متوفر ببلدك، واذا انت عندك امكانيه اشتري هذا افضل لك. ريحه شتويه، ريحه فخمه تناسب الناس العابره 30. وهذا انا اشوفه انه بالنسبه لي انا ما راح اقتني، لانها الريحه حلوه لكن مو هذيك الواو اللي تعتمد عليها وتستمتع بينك وبين العطر. لا، ريحه يعني حلوه جديده اصدرت، لكن مو هذيك اول ما شمت تشتري. انا بالنسبه لي جربته للعطر شفته يعني ما يستحق سعره يستحق $120 $130. وهذا مختلف على لاين سوفاج او عطور سوفاج كلها، يختلف. هذا العطر شتوي يختلف عن ذيك العطور. فاشتريت هذا البديل، قلت على الاقل اجربه يمكن يعجبني. عجبني لكن مو مال الواحد يعتمد عليه، لا على هالريحه يعتمد ولا على هالريحه، بس انا حبيت اشتري واجربه واوصل لك هالفكره.